السلام عليكم يا حبايبي، يا رب تكونوا كلكم بخير وبصحة وسعادة وهنا. من كام يوم كده السوشيال ميديا اتقلبت على فيديو كان متصور وزوج نشره على الفيسبوك. بنت حماتها ماسكاها بتضربها وجرتها من شعرها، وكان الموقف صعب جدا وكلنا شفناه واصطدمنا واستغربنا. ليه؟ لان احنا متعودين ان احنا في الاسر المصرية ان احنا في ترابط وفي رحمة ومودة. البنت الصغيرة تحترم الكبير، عندنا حاجة اسمها توقير الكبير. ليه؟ لأن ده من أخلاقنا وعاداتنا وقيمنا الإسلامية كمان، قبل ما يكون أي حاجة. قبل الأخلاق كمان إن إحنا عندنا دين توقير الكبير. فجأة السوشيال ميديا اتقلب إزاي البنت دي تضرب حماتها ومش عارفة إيه. بصراحة يعني أنا شايفاها إن هي كانت في موقف وحش. ليه؟ لأن مش إن إحنا مش شفناش بناتنا بتعمل كده، أو ربينا بناتنا على كده. احنا ربيناهم ان هم يحترموا اللي اكبر منهم مهما كان. هنقول تاني، مهما كان حصل منها ما كانش المفروض توصل لحاجة زي كده. المفروض كان تشوف حد اكبر منها سنا، لو هي عملت حاجة ليها انها تشتكي له. دي حاجة. ابتدت طبعا الدنيا كلها تتقلب ما بين معارض ومؤيد. البنت طبعا هي غلطانة 100%. بس احنا عايزين نسأل برضو ايه اللي وصلها لكده، اللي خلاها تدفعها ان هي ايه مثلا ايه توصل للمرحلة دي، ان هي تبقى شرسة عدوانية. عندها كانت ممكن توصل لحالة قتل. يعني هي ممكن ان هي بتضربها بالخشب على دماغها، كانت ممكن توصل لحالة قتل. يعني ده كمان يعني ممكن تكون جريمة شروع في قتل. طيب دلوقتي احنا عايزين نعرف الحما ديت وصلتها لكده لايه، ما احنا لازم نسمع الطرفين. هل الحما ديت قاسية عليها؟ احنا بقى بعيد عن اي قصتها بقى، احنا عايزين نتكلم دلوقتي عن الحما اللي هي مثلا ايه بتبقى ام. يعني دلوقتي لما تجيلك مرات ابنك في بيتك المفروض تعامليها كويس، تحترمي وجودها برضو انها هي ضيفة عندك، تعامليها زي ما بتعاملي بنتك، تبقى اسلوبك معاها كويس. مفيش اسلوب ان هي مثلا ايه واحدة جت خطفت جوزك منك مش ابنك. يبقى المفروض ان انت تعامليها معاملة حسنة عشان تقابلي المعاملة الحسنة. دلوقتي في حموات كتير بصراحة بتعامل بنتها على انها لما يعني مرات ابنها لما بتجيلها البيت على انها خدامه، عايزاها تيجي تخدمها وتطبخ لها وتغسل لها. معلش برضو يعني هي ممكن تعمل لك دوت من واجب، اللي هي ايه مثلا ايه ان انا بعمل لك الحاجه دي انسانيا مني يعني، مش غصب عليا. لكن لا، في حموات بتبقى شايفه ان لا انت كده مجبوره ان انت تيجي تعملي، انت مجبوره ان انت تيجي تغسلي وتمسحي، وبتعتبرها خدامه. والزوج لما عرض الفيديو دوت، طب ما هو انت كمان يعني عيب لما تنشر حاجه زي كده. مراتك وكده، لان هي ام ابنك او بنتك، فانت المفروض يعني مهما كان حاجه حصلت كده انت المفروض معاك دليل اهو. تطلع مثلا على الاسم، هتعمل محضر، هتشوف انت تتحرك قانونيا عشان تجيب حقها. لكن انت تمسك الفيديو ده وتنشر العالم كله وتتفرج علينا ويبقى فيه فضايح، لا ما ينفعش. انت كده برضو ايه، مش بتحافظ على اسرار اسرتك. يعني مثلا دلوقتي ظهرت حاجات تانية جديدة، ان انت مسافر بره وما بتبعتلهاش مصاريف ومدي المصاريف لمامتها. معنى كده ان الام هي اللي بتتصرف في كل حاجة. معنى كده ان انت لاغي شخصيتها وتستنى لما تديها فلوس مثلا 350 جنيه زي ما انت ما بتقول. طب ماشي، هي هتجيب بيهم ايه في الوقت دوت ومعاها ابن؟ يعني معنى كده ان هي قاعدة تحت رحمة والدتك، ان هي تاكلها وقت ما هي عايزة، تصرف عليها وقت ما هي عايزة، تهينها وقت ما هي عايزة، وحضرتك مسافر بره. طب ما انت جبت الكلام اهو لنفسك. انت زي ما تكون انت عملت حاجة يعني فضحت بيها نفسك وبينت اسرار بيتك وكده. الحاجة التالتة اللي احنا بنتكلم بقى فيها، هو احنا ليه دلوقتي كل حياتنا بقت على المشاع؟ يعني يوم ما بيحصل اي حاجة بنعرض وننزل وننشر في قلب الفيسبوك ويبقى في فضايح كده، وكأن العالم كله بيقوم ايه اللي بيحصل في مصر وايه اللي بيحصل لينا. وكأن احنا يعني بناتنا مش محترمة، بناتنا مش متربية، رغم ان لو كانش في تصوير كان ممكن يكون في حاجات تانية حصلت قبل كده. البنت ديت ممكن تكون اتهانت كتير من مامتك لكن ما صورتش. صح ولا لا؟ لكن انت اللي عشان في ايدك الدليل فانت نشرت الموضوع ده. فتخيل بقى لو كان البنت دي معاها حاجه لمامتك انت وهي بتضربها او هي بتشتمها ونشرت الحاجه دي، كان هيبقى ايه موقفك انت كمان؟ فاحنا لازم نشوف الحاجات ديت، لازم نعرف ان انت زي ما بتفضح بنت الناس فانت المفروض تستر عليها عشان تستر عليك. ما انت دلوقتي طلع حاجات من وراك انت كمان، بقت ادانه ليك. يعني انت يعني كشفت سترها وكشفت ستر مراتك وكشفت سترك. يعني انت طلعت في الاخر برضو، يعني انت اظهرت كل عيوبك، ان انت مسافر بره وسايبها وراميها لمامتك وهي اللي بتصرف عليها وانت ما بتصرفش عليها ولا على ابنك او بنتك.
فده هو برضو ينفع ان انت تعمل كده؟ طب ما انت برضو غلطان. يعني انت دلوقتي المفروض هي بقت مراتك، انت مسؤولة منك مش مسؤولة من مامتك. هي متجوزاك انت مش متجوزة مامتك. هي متجوزة عشان تقعد في بيتها مش عشان تروح تخدم مامتك. ما ده الحقيقة. لكن لو هي جات من نفسها حبت ان هي مثلا تخدم والدتك، ده حاجة هي بقى بتعملها إنسانية منها، مش مجبورة على فكرة. لا الدين ولا الشرع قال كده. هي ليها بيتها وليها مصاريفها وليها حريتها الشخصية. لكن بنات الناس انتوا هتاخدوهم وتبهدلوهم، وفي نفس الوقت كمان انت طالع بتنشر كل حاجة بيتك كده علن للناس كلها. طب ما ده غلط. غلط. احنا بنتكلم دلوقتي عن افشاء سر الاسر، وبقيت علني. طب ما هي برضو عايزه اقول يعني عايزه اقول حاجه. طب انت لما صورتها ونشرتها على الملأ، طب ما هي المفروض برضو انت غلطان. يعني مش هي بس اللي غلطانه، هي كمان غلطانه، مش هننكر انها غلطانه. لكن انت مش غلطان لما نشرت كل دوت للناس بدون اذنها كمان. طب ما انت كان ممكن تاخد الفيديو دوت تنشره مثلا، توديه الاسم او تعمل لها محضر بدون شوشره، بدون اللي حصل، بدون فضايح. هو انت عملت كل ده ليه؟ عشان تعرف الناس ان مامتك اتضربت؟ هل دوت يعني حاجه كويسه؟ هل دوت يعني يليق بينا احنا كشعب ان احنا نتفضح على العالم ده كله، وحضرتك تنزل ان في بنت بتضرب ست كبيره؟ طب ما احنا عايزين نعرف ايه اللي وصلها لكده. احنا مش معاها، احنا ضدها انها عملت حاجه زي كده، دي غلط. لكن ايه اللي وصلها لكده؟ اكيد في اسرار كتير، اكيد في حاجات بتحصل من وراك، اكيد انت مسافر ما تعرفش ايه اللي بيحصل. فكده البيوت ما ينفعش، احنا كده بنخرب بيوتنا. البيوت بتتخرب، نسبه الطلاق بتعلى ليه؟ عشان في مشاكل كتير. في مشاكل كان المفروض انت اللي تحلها. يعني المفروض هي اكيد اشتكت لك مره واثنين وثلاثه وحضرتك مكبر دماغك ومسافر. طب ما انت نزلت بسرعه اول ما عرفت ان مامتك اتضربت. طب هي لو كانت اتضربت كنت هتنزل؟ لا، ما كنتش هتنزل، كنت هتقول تستاهل. زي ما انت حابب ان انت مامتك تبقى ايه، ست ما حدش يقدر يعني مثلا ايه يتكلم عليها كلمه. طب ما انت واخد بنت ناس برضه لازم تعاملوها كويس. يعني مامتك ديت المفروض طالما هي مثلا بقت مسؤوله منها تعتبرها زي بنتها، ما تفرقش في المعامله، ما تحرمهاش من الاكل او تجوعها او تعاملها كانها خدامه. لا، ده مش اسلوب ولا معامله. يا ريت يا ريت كده يبقى في حاجه اسمها نوع من الخصوصيه في الاسر. يبقى انت محتفظ بحاجه من نوع من الخصوصيه في اسرتك، بحيث ان انت حياتكم تبقى مش على المشاع ولا علني. لو هي هتغلط ليها كبير تروح تقول له بنتك غلطت في كذا، يجي لك حقك. وهي كذلك برضو لو انت غلطت في حاجه يبقى برضو في كبير تروح تقول له ويجيب لك حقك. لكن اللي بيحصل ده مهزله، مهزله ومرفوض كمان. ان احنا كل حاجه ننشرها ونحطها عشان المشاهدات بقى وعلشان ترند وكلام فاضي من ده، لا ما ينفعش. والبنت المفروض يعني في اي حاجه تحكي لكبير عيله ويجيب لها حقها. لكن اللي هي عملته ده غلط. لازم يكون في احترام ما بين البنت وحماتها، وحماتها تعتبر البنت دي بنتها، في مقام بنتها تعاملها كويس، هتلاقي المعامله كويسه. استحاله هتعامليها وحش وهتعاملك يعني هتعامليها وحش وهتعاملك مثلا كويس، لا طبعا. واستحاله هتعامليها برضو كويس وهتعاملك وحش، لا برضو. فالمعامله هتبقى متبادله، هتعامليني باحترام هعاملك باحترام، هتعامليني بانسانيه هعاملك بانسانيه، هتعامليني زي بنتك هعاملك زي والدتي وهشيلك فوق راسك. هي ده المفروض. ما يبقاش في طرف يعني بيجي على التاني في سبيل ان هو ايه عايز يفرض سيطره وبس. يعني انا شايفه ان في حموات كتير دلوقتي عايزه تفرض سيطره وبس على البنات، اللي هي بتبقى ايه داخله بيتك. هي داخله بيتك يعني ما سرقتش جوزك منك، ده ابنك، ودي سنه الحياه. زي ما انت اتجوزتي وخدتي برضو الابن من مامته، فهي دي سنه الحياه. فحاولوا ان انتوا تعيدوا تاني الحب للاسر المصريه. بس كده، وان شاء الله خير. وباذن الله انا بتمنى ان ما يكونش في طلاق، واتمنى ان هما الاثنين يصطلحوا عشان خاطر البنت او الولد اللي هما ما بينهم هما الاثنين. وان شاء الله باذن الله يكون في يعني حته من نوع الموده والرحمه ما بينكم، وان شاء الله يبقى كله خير باذن الله، ترجعوا لبعض ان شاء الله. والسلام عليكم.